وها هي تشهد اليوم تخرج الدفعة الأولى لأعوان الشرطة التي تضم في تعدادها 799 متخرجا تلقوا خلال فترة تدريبية دامت سنة كاملة. كما عرفت المدرسة تكوين دفعة خاصة للتشكيلة الموسيقية متكونة من 46 عازفا، من بينهم 10 إناث تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا على مختلف الآلات الموسيقية. بعد أداء يمين الإخلاص قام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل بتقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين. رتبة ويسلمه الشهادة. لتتم بعدها عملية تسليم واستلام العلم والتماس تسمية الدفعة المتخرجة باسم شهيد الواجب الوطني المحقق الرئيسي للشرطة رامي عبد الرحمن. الحفل تخللته استعراضات لمختلف التشكيلات الأمنية. التي هي على متن سيارة منظومة السلام للطابق. Permettez-moi de vous dire que le citoyen est actuellement au cœur de l'équation sécuritaire. إنه في قلب المعادلة الأمنية. وفي الأخير قام المدير العام للأمن الوطني بتكريم عائلة شهيد الواجب الوطني المحقق الرئيسي للشرطة رامي عبد الرحمن.